MDS. يو انت رايح تعمل اتفاقية لتأمين الاستثمارات السعودية في مصر يا بيبي. انت ما تعرفش يا بيبي ان حال قيام ثورة الاتفاقية اللي انت عاملها دي هنخليك تبرمها كويس قوي وتحطها في طيبة قلبك، نصها في طيبة قلبك ونصها في طيبة قلب السيسي. انت عارف كده يا بيبي ولا مش عارف ولا ما حدش قالك؟ انا عايزاك تستشير وتستخير يا بيبي. بص يا MBS، لما بتقوم الثورات مفيش حاجة اسمها اتفاقيات يا عن امك يعني النونة. انت فهمت يا بابا؟ انت محتل للأراضي المصرية وسنتعامل معاك على هذا الأساس. تعمل اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية من التأميم والثورات، يفصلوا لك قانون في العزبة اللي هي اسمها مصر اللي بيحكمها الخروف سيسينياهو، يعملوا لك عمل، يعملوا لك حجاب، يعملوا لك سحر اسود. ال120 مليون مصري اللي جاي فيهم من نطفة ابوه من ظهر ابوه هيتعامل معاك انت واي سعودي او اي جنسية اخرى حاطة فلوس في ارض مصر ومالكة املاك او جزء من ارض مصر وبتدعي ملكيتها له ان هي اشتريته من السيسي. هنبقى نبعتها فوق عشان انتوا مكانكم مش هنا، انتوا مكانكم فوق. فهمت؟ تاخد حاجتها من هناك من السيسي. هنتعامل معاكم ان انتوا محتلين، انتوا مش قد غضبتنا. فهمت يا حياتي؟ فبلاش بقى اتفاقيات وبلاش جو بقى الجو الرخيص ده، مش هيوديك في حتة غير سواد الوش. انت كفاية ربنا سود وشك جدا في موضوع غزة، وانا الحقيقة غير مشفقة عليك. انت خليك بس ركز في مهرجان الكلاب اللي في الرياض.